السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيت أتكلم معاكم في موضوع أنا حسيته بعد ما فقدت شخص عزيز وغالي على قلبي. هو إحنا ليه ما بنحسش بقيمة الشخص غير بعد ما نفتقده؟ إحنا ليه ما بنفتكرش كل حاجة حلوة هو عملها معانا أو مع الناس اللي حوالينا غير بعد ما بنفتقده ما بيبقاش موجود في حياتنا؟ مع إن الشخص دوت لما كان عايش معانا يمكن قليل مننا اللي كان ممكن يذكر فينا مميزاته وحسناته. قعدت كده افكر مع نفسي، احنا ليه فعلا ما بنحسش بقيمة الشخص غير بعد وفاته؟ لقيت لان كل شخص جواه ميزة، احنا بنشتاق للميزة اللي موجودة للشخص ده بعد ما نفتقده. بنشتاق لطيبته ولحنيته ولابتسامته، واحيانا ظروف الحياة وضغوطها ما بتخليناش شايفين قيمة الشخص اللي قدامنا غير بعد ما بنفتقده، وبتخلينا نفكر في اجمل حاجة كانت موجودة فيه. علشان كده انت بتحس ان حبك للشخص بعد وفاته بيزيد اكتر ما كان موجود في حياتك. واجمل حاجة بيسيبها الانسان بعد وفاته هي سيرته الطيبة، لان سيرته الطيبة وسيرته الحسنة هي رأس المال الانسان الحقيقي. علشان كده كل واحد فينا لازم يكون حريص ان تبقى ليه سيرة طيبة بعد وفاته. وعلشان اعمل سيرة طيبة لازم اكون انسان صادق رحيم باللي حواليا، شخص متواضع، شخص اعرف احب كل الناس اللي حواليا بدون حقد وغل وحسد. وخلينا نتعلم ان احنا نحب بعض بجد ونركز على مميزات بعض، بلاش بقى نركز في عيوب بعض. خلينا نعرف ان الدنيا دي بسيطة حقيرة، ممكن في لحظة انت موجود بكرة ما كنش موجود. خير كنوز الدنيا للإنسان لسان تحدث عنه بحب وصدق وكل ما هو خير.